اهتزت قبل قليل من يومه جمعة مدينة الدار البيضاء على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 تلاميذ من مدرسة عمومية وسائق حافلة للنقل المدرسي. وتعود تفاصيل الحادثة عندما صدمت سيارة خفيفة تقودها سيدة بعدما فقدت السيطرة على المقود. صدمت حافلة للنقل المدرسي بمنطقة الأزهر كان على متنها أطفال أصيبوا بجروح خفيفة، وقد تم نقل الجرحى وهما 4 تلميذات و5 تلاميذ رفقة السائق إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، حيث تلقوا العلاجات اللازمة وغادروا المستشفى. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.